السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع علي عبد الوهاب، والنهارده المراجعه الكامله للنوت 9 اس. بالنسبه للشاشه، فالشاشه هنا بتتخلى عن الدروب نوتش اللي شفناها في النوت 8 والنوت 8 برو، وبتيجي بثقب في الشاشه، والصراحه مميز لانه صغير جدا وفي نص الشاشه، وانا شايف ان مكانه وحجمه كده افضل بكتير من موبايل ريلمي 6. والشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي 6.67% بوصه بجوده فول اتش دي بلس، والشاشه هنا بتردد او ريفريش ريت 60 هرتز. بس عندك منافس ليها زي الريلمي 6 اللي بيجي بشاشه 90 هرتز طبعا، ولكن ما تعتبرش نقطه ضعف في الموبايل ده، عادي. الموبايل بيجي ببطارية بسعة 5020 ملي أمبير مع المعالج الموفر ال 8 نانو، فالصراحة كده عظمة أوي، فعلا عاش من شاومي، مع شاحن سريع 18 واط، وده الطبيعي في الفئة دي، وشفناه برضو مع سامسونج ام 31 اللي هتلاقي مراجعته في الاي اللي فوق. ومقارنة بالسنة اللي فاتت فالبطارية كانت 4000 ملي أمبير في النوت 8، فالصراحة في تطور كبير. بالنسبة للكاميرات، فالموبايل بيجي بأربع كاميرات في ظهر الموبايل على شكل مربع زي الترند اللي موجود الأيام دي، بس الصراحة اللي شايفه لذيذ إن مكانهم في نص الجهاز كده أفضل بكتير من اللي بنشوفه على الحرف. والموبايل بيجي بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 1.8، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.2، وهي كاميرا للصور الواسعة الالترا وايد. والكاميرا التالتة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.4 للماكرو، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.4 للعزل. بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.2. وهسيبكم مع حبة صور للموبايل بحيث تشوفوا رأيكم. بالنسبة للمعالج، فالموبايل هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 720 جي بتكنولوجيا 8 نانو، وهو معالج أفضل بكتير من السناب دراجون 665 اللي شفناه في النوت 8 السنة اللي فاتت. بس مقارنة بالسنة دي فريلمي حاطة معالج ميديا تك جي 90 تي بتكنولوجيا 12 نانو اللي يقدر يشغل إعدادات جرافيك أعلى، بس طبعا على حساب السخونية والبطارية، بس أنا شخصيا بفضل السناب دراجون. بالنسبة لعامل الأمان في الموبايل، فالموبايل طبعا بيجي ببصمة في الجنب، وطبعا ده الاتجاه اللي هنشوفه في أغلب موبايلات الفئة المتوسطة خلال الفترة الجاية، والبصمة سريعة وأدائها مناسب جدا. بالنسبة للسوفت وير، الموبايل جايب أندرويد 10، وطبعا مع واجهة شاومي مي يو اي 11، والموبايل طبعا فيه مستشعر الاي ار اللي ما نقدرش نستغنى عنه من شاومي، واللي ما يعرفش ده ايه، ده ببساطة اكنك معاك ريموت لأي حاجة، سواء بقى تكييف، تلفزيون، بروجيكتور، تقدر تتحكم في كل حاجة من موبايلك، تعلي توطي تعمل أي حاجة أنت عاوزها، والصراحة دي ميزة بتخدمك من موبايل شاومي في مواقف كتير. بالنسبة للتصميم، الصراحة الموبايل شكله لذيذ جدا، وشكله فخم بسبب الظهر الإزاز وشكل الكاميرات والشاشة الجامدة جدا دي، هتحس إنك ماسك فلاج شيب في إيدك بجد. والموبايل بيجي بلونين، واحد أبيض والتاني الصراحة مش قادر أحدد، بس هو مش أزرق. لو تعرفوا اسم اللون ده قولولي تحت في الكومنتات. والموبايل طبعا بيجي بشريحتين وكارت ميموري، والموبايل بيجي بوزن 209 جرام، فهتحسه تقيل سنة يعني، لأننا متعودين إن الموبايلات حوالي بتبقى 190 جرام. بالنسبة للسعر، الموبايل بيجي في مصر بنسختين، نسخة 464 ونسخة 8128، وطبقا للصورة دي اللي نزلتها صفحة شاومي الرسمية في مصر، فكده أكيد الموبايلين هيكونوا في فئة ال 3000 جنيه. أنا أتوقع الصراحة إن النسخة ال 464 هتبقى في حدود 3200 جنيه، والنسخة ال 8128 ب 3800 جنيه، والصراحة لو جم بالأسعار دي هيحطموا الفئة الاقتصادية فعلا، بحيث شاومي تنافس منافسينها في السعر. والسعر الرسمي هيتقال في مؤتمر إطلاق الموبايل النهاردة بالليل، وأول ما أعرف هسيبه في كومنت تحت الفيديو إن شاء الله. الخلاصة بقى يا سيدي، الموبايل ده بيجي بشاشة محترمة جدا، وحتى شكل الكاميرا الأمامية صغير جدا في نص الشاشة، فمش فارقة، فتحس إن الشاشة كاملة، وطبعا مع بطارية عظيمة ومعالج موفر للبطارية دي جدا، وببصمة جديدة في الجنب. ولكن ممكن تصبروا عليا في نقطة الخلاصة دي، لأن في مقارنة لازم تتعمل بين الموبايل ده وموبايل سامسونج ام 31 وموبايل ريلمي 6، والمقارنة دي هتكون شاملة كل نقطة وكل تفصيلة في الثلاث موبايلات، وهقيم فيها كل موبايل بنقط معينة، وفي الآخر هقولك أني أحسن موبايل أنا برشحه في الفئة دي.
فلحد النقطه دي اديك عرفت المزايا اللي في الموبايل والعيوب، ولكن الترشيح النهائي باذن الله هتشوفه قريب في فيديو المقارنات. ولكن نقدر نقول ان الموبايل ده فعلا منافس قوي في الفئه المتوسطه. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تدعموني جامد وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.